It's hard to breathe, but that's alright. Hush. طيب ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا فيديو النهارده هيبقى عن طريقه عمل ارقام من دوله اذربيجان. طبعا الطريقه سهله جدا يا جدعان، بس انتوا طبعا معايا الشرح للنهايه علشان تعرفوا تشغلوا الرقم وتفعلوه. بس انا اسف جدا، انا بس سجلت من غير ما اقول لكم كده، بس هشرح لكم طريقه التسجيل وكل حاجه في اخر الفيديو ان شاء الله. تمام؟ عشان وقت الفيديو بس، وانا بدأت الفيديو متأخر خالص خالص. طبعا ده رقم اهو طلعته زائد 994. تمام يا جدعان؟ طبعا يا جدعان الرقم بيفتح كده اول ما بتحطه في النسخة، بيجي كده مش بتضغط موافق غير لما الساعة تيجي عندك بالظبط. يعني الساعة عندي 12:58. هستنى اول ما تيجي واحدة بالظبط وابدأ ان انا ادوس موافق. طبعا دلوقتي 12:59، فانا هفضل مجهز ايدي كده على كلمة موافق، واول ما تيجي واحدة بالظبط هقوم دايس على موافق ده على طول. كل اللي انا طالبه منك يا اخويا تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، تحط لايك وكومنت رايق كده. طبعا مستني الساعه تيجي واحده بس. اهم حاجه تكون بس مركز على الوقت مش اكتر، وساعتك تكون مظبوطه. هتفعل 100 رقم اقسم بالله. طبعا الكود اتطلب اهو يا جدعان معايا، مفيش مشاكل. جالي هنا دقيقتين. هستنى الكود يجي هنا في برنامج سافيوم. طبعا كنت مجهز ايدي اول ما الساعه جت واحده يعني وكده. تمام يا جدعان؟ طبعا الكود وصل اهو، مفيش مشاكل زي ما انتوا شايفين كده. ناخد بس سكرين عشان الصورة مصغرة. 107 143. اهو يا جدعان مفيش اي مشاكل، الرقم اشتغل بدون مشاكل خالص خالص. حاجة سهلة والله العظيم وعادي يعني. تمام يا اخواتي؟ طبعا دلوقتي هقولكوا ازاي تسجلوا في البرنامج، وهقولكوا كل حاجة بالتفصيل. وزي ما انا قلتلك كده يا صاحبي في اول الفيديو، لازم تفعل الرقم او تدوس موافق لما الساعة تيجي. عفوا، لما الساعة تيجي بالظبط. يعني زي ما انت شفت انا طلبت كود اول ما الساعة جت واحدة بالظبط. تمام يا اخواتي؟ هناخد بس سكرين كده عشان الصورة مصغرة برضو. طبعا يا جدعان ان ده مش اول رقم افعله، يعني انا فعلت قبل كده كتير. عشان بس ما تقولوش الطريقة مش مضمونة وكده، لا مضمونة 1000000% يا صاحبي. حاجة كمان يا اخواتي، ده برنامج تاني لو عايزين شرح عنه ممكن انزل لكم يعني شرح عنه كده. بيفعل برضو ارقام زي ما انت عايز. تمام؟ ارقامه كلها شغالة. وهقول لكم كل حاجة برضو، لو عايزين شرح عنه اكتبولي تحت في الكومنتات. تمام يا جدعان؟ هنا طبعا يا اخويا هقولك بقى ازاي تسجل وكل ده. لحظة واحدة اشوف الرقم ده يشتغل ولا ايه الدنيا. تمام. دلوقتي بقى هقولك ازاي تسجل في البرنامج وكل ده. طبعا اول ما البرنامج بيفتح معاك بيفتح كده، بتديله طبعا كل الصلاحيات اللي هو طالبها منك، وتبدأ ان انت تدوس سيجن اب، وتبدأ ان انت تكتب هنا اي كلام كده، اي هبد عادي. والباسورد يكون مكون من 4 ارقام. يعني مثلا نكتبه من 1 ل4 او 4 وحيد، اي حاجة عادي. ونبدأ ان احنا ندوس على الكلمة دي. لو واجهتنا المشكلة ان في نت ومفيش نت وبتاع وكده، عادي مفيش مشاكل. تفضل تعيد كده بتاع 10 مرات كده ولا حاجة، وممكن يخش معاك على طول برضو. تمام. بنبدأ ان احنا نفضل نعيد كده.
هنفضل نعيد كده بتاع 10 مرات زي ما قلتلكوا كده. تمام. هنا بتبدأ تدوس تاني، ما بيرضاش يخش ليه بقى؟ بيقولك ان الحساب ده متسجل قبل كده او في حساب بالاسم ده. فاحنا نبدأ ندوس في اللي هو لوجين. بعد كده بندوس هنا كده نحط الجيميل بعد ما ياخد نسخة طبعا، ونكتب الباسورد مكون من 4 ارقام اللي كنا كتبناه في الاول، وندوس تشيك او التالي. هنا بيقولك استنى 4 دقايق. طبعا بتستناه ومفيش مشاكل برضه، علشان بس ايه يبقى يعني تبقى عامل حسابك والساعة وكده والوقت. انت تبقى عامل الجيميلات دي قبل ما الساعة تيجي 1 او قبل ما الساعة تيجي عندك بالظبط. طبعا مش هتفضل تستنى ال4 دقايق يعني، فانت هتدوس سيجن اب تاني وهتكرر نفس الحوار كده. برضو هتاخد وقت اسرع ان انت تعمل اكتر من جيميل او اكتر من رقم. تمام. طريقة التسجيل سهلة خالص يا جدعان والله، والرقم برضو اشتغل زي ما انت شفتوا وبدون اي مشاكل خالص. كل اللي عليك بس ان انت تركز في الوقت وتكون ظابط ساعتك، يعني تكون ظابطها بدقيقة بالثواني، مش بالدقيقة بالثواني. طبعا هي دي طريقة التسجيل يا جدعان. بعد ما ال4 دقايق دول بيخلصوا زي ما قلتلكوا، بتبدأ ان انت تدوس التالي او تشيك، وزي ما انا بعمل برضو دلوقتي بتكرر الحوار. تمام. علشان يعني تاخد وقت اسرع وتكون عملت اكتر من رقم برضو. طبعا هي دي طريقة التسجيل. بتبدأ ان انت تستنى ال4 دقايق. تمام. طبعا بتكون عملت اكتر من رقم يعني مش رقم واحد. هنا بفاضل دقيقتين. طبعا بتستناهم بقى وتبدأ ان انت تخش، بيطلع معاك رقم. لو طلع معاك رقم غير زائد 994، بتبدأ ان انت تطلع من البرنامج وتخش فيه تاني، او تعمل تسجيل خروج وتبدأ ان انت تعمل حساب تاني. تمام يا اخواتي. بس كده ده كان فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وزي ما قلت لكم يا اخواتي، لو عايزين شرح عن البرنامج التاني سيبولي تحت في الكومنتات، وهعملوك شرح عنه قريب ان شاء الله. بس كده يا جدعان، ده كان فيديو النهارده. اشوفكم في فيديو جديد.